بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الغلط في الصورة دي؟ الغلط انه رحنا عملنا عمرة من فترة، وانا ما كنتش اعرف ان الحاجات هناك بتبقى مغشوشة. المحل ده كان قدام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على طول، وكان انا دفعت في الحاجات دي تمن كبير الحقيقة. وبعد كده يا ريتها مثلا كولونيا مغشوشة، ده مية وعليها يعني ندعة لون، مفيش اي ريحة من اي نوع. انا معرفش ليه، يعني النصب موجود في العالم كله، بس انت يا دوبك على بعد امتار. طب احترم نفسك، مفيش فايدة. المهم، برضو نفس الشيء، لو هتشتروا من هناك اشتروا اللي هو ريحة العود الاصلي. ده موجود في المحلات بتاعه العود وبس، على اساس ان هو ما يبقاش مغشوش. مش ضروري يعني تجيبه باسعار غاليه، موجود جميع الاسعار يعني. ده انا جبت منه لابني. الحاجات اللي انا جبتها للبنات عباره عن عبايات معموله مطرزه جميله جدا في جده. انصح انكم يعني تجربوها، وانا طبعا جبت معاهم. هي يعني حاجات شيك قوي، ممكن تنفع لعزومة في فرح او حاجة زي كده يعني. غير كده لا انصح بأي حاجة يعني. مصر فيها كل حاجة الصراحة، خصوصا سوق الجملة وحاجات زي كده يعني. في الأزهر والعتبة والمنطقة دي بيبيعوا العبايات وبيبيعوا الحاجات ديت بالجملة، وكل حاجة تانية موجودة يعني فيها. ماشي، سلام.